طيب إيه كان فيه فكرة يعني في قصة لانتقال محمد نور للهلال. كانوا الهلال بيدفع 40 مليون للاتحاد و35 مليون للكابتن محمد نور. وكان في قصة أيضا بس لحظة عطني تفاصيل هيدا، عندك تفاصيل انتقال كيف صار في مفاوضات؟ إيه صار في مفاوضات. من اللي وقف المفاوضات هذه؟ اللي وقف المفاوضات منصور البلوي، كان رئيس نادي الاتحاد جمال أبو عمارة. إيه تدخل منصور وتدخل منصور واتفق مع الكابتن محمد نور، قصة معروفة، وأعطاه اللي طلب واستمر. والله الهلال مو بسهل. وحتى أسامة المولد، إيه؟ أسامة لما كان في عز مستواه، إيه؟ الهلال يعرف يروح ياخذ اللاعب، مو ياخذ اللاعب وهو منتهي، ياخذ اللاعب وهو بعزة في قمة مستواه. كان الأستاذ المهندس محمد فايز، إيه؟ ومدني رحيمي وعادل البطي، وجالسين علشان ينقلون أسامة المولد من الاتحاد للهلال. من اللي كشف السر؟ من هو؟ كان صديقنا فواز الشريف، كان معزوم ولقاهم قاعدين يتفاوضون وخرب الصفقة وراح ونقر الكلام. نقر الكلام ونهارت الصفقة. موجودين يعني تقدر يعني عادل البطي ممكن يقول. طيب يعني الهلال فاوض ماجد عبد الله في عزة طبعا، ومحمد نور وسام المولد. صحيح. هذه على ذمة سعود الصرامي. لا هذه ترى ما هو واضحة، ترى ما هي لا يعني شوف أنا ممكن ما حد يعرف. لا شوف، ما أذكر أحد تكلم عن انتقال محمد نور وإنه صار فيه. أسأل الأمير عبد الرحمن بن مساعد. إيه؟ أسأل الأمير، موجود الأمير. إيه؟ هو أساسا هو محمد نور كان له أخو هنا